ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده الاكله اقتصاديه فوق ما تتخيلوا، رخيصه جدا ومش مكلفه وعلى قد الايد وحلوه قوي 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 قوي. اكيد انتوا هتقوموا تعملوها او هتعملوها بكره علشان لما تسمعوا الفيديو اعملوها، هتعجبكم جدا. خشوا بقى الفيديو ونشوف جمال الاكله ازاي. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. الفيديو دوت اهلا وسهلا بحبايبي، كل حبايبي بحبكم في الله. والنهارده هعمل لكم فطار رمضان بسيط جدا جدا وعلى قد الايد، وهقول لكم بكام وكلفت كام. يعني بصوا، يعني اقتصادي اقتصادي وحلو جدا ورخيص. متكلفه 70 جنيه، يعني اكله وجبه ب 70 جنيه. تخيلوا، تعالوا بينا ونقول لكم ازاي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شفيعنا يوم القيامه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. والنهارده كان تالت يوم رمضان، مش تالت يوم، ده يوم من ايام بقى، فطار يوم من ايام رمضان. هنقول لكم بيتكلف ايه. طبعا كل واحده باول رمضان بتعمل المحمر والمشمر ومش عارفه، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم. بصي امشي واحدة واحدة عشان ما ترجعيش تقولي انا خلصت كل الاكلات الحلوة، ما عنديش اكلات تانية، اعمل ايه؟ ما انت يوم كده ويوم كده. سامعاني؟ صلوا على سيدنا محمد. ما تنسينيش في اللايك حبيبة قلبي. يوم تعملي حلو ويوم تعملي كده مش حلو يعني، مش حلو حلو يعني، اقصد يعني على قد الايد، ويوم حلو يعني تبحبحيها شويه على العيال. وبرده كله اكل حلو مش اكل وحش. يعني انا دلوقتي باذن الله، باذن الله يا رب ان شاء الله هعمل لكم هقول لكم على اكله اقتصاديه ورخيصه جدا ومش مكلفه، وبعدين ايه يعني بتكفي وبتوفي. نص كيلو منها هيعمل لك يعني يكفيكي بتاع 6 انفار. حلو قوي. بصوا صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا دلوقتي بجيب اللحمه وبجيب الفراخ وبجيب البتاع دوت البفتيك وبجيب البانيه والسمك والكلام ده كله. نسيتي حاجه؟ الكبده. الكبده جميله جدا ومهمه جدا ومغذيه جدا. لما اجيب نص كيلو كبده ب 70 جنيه، نص كيلو ب 70 جنيه. عندنا الكيلو ب 140 جنيه. مش عارفه انتوا بقى عندكم ايه؟ دي الكبده ايه اللي هي المستورده، مش هقول لك الكبده البلدي، لا دي المستورده. بتجيبيها عايزاها تتعمل زي البلدي، هقولك طريقتها ازاي. بس الاكله دي جميله جدا 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 جدا، وبتحطي عليها شويه حاجات بتبقى ما شاء الله. حله او صينيه او طاسه بتبقى مليانه قد كده، وبتاكلي بتشبعي انت وايه وولادك. وتعملي بقى جنبها بقى شويه شيبسي كده. تجيبي بطاطس الشيبسي دي وتقومي ايه عاملاها بالمبشره من ناحيه الشيبسي، وتقومي مقطعاها 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 مقطعاها، وتقومي بقى غسلاها، وتقومي حاطه فيها شويه ملح. الملح ده هو اللي يخليها تنشف، وهو اللي يخليها تقرمش. عندك بقى توابل فراخ، توابل بتاع الجبنه المتبله، حطي عليها شويه. بعد ما تطلع تقومي رشه عليها كده، تاكلي احلى شيبسي من بره، احلى من بره كمان. تمام. هقول لك بقى على طريقه الكبده. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ده كان اكل يوم من ايام رمضان، عشان تبقي عارفه. يعني مش كله صواني فراخ وديك الرومي لا. نص كيلو كبده ب 70 جنيه هيقضي الغرض. نص كيلو سجق برضو ب 100 جنيه ولا ب 75 جنيه هيقضي الغرض. لكن انا جبت الكبده، والا بقى لو قطعتيها وهي بقى لسه متلجه، قطعيها خرط 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 كده، هتبقى عامله زي الشاورما. حتت رفيعه رفيعه رفيعه، وتقطعيها تقطعيها تقطعيها، وتقومي غسلاها غسله حلوه، وتقومي حاطه عليها شويه طحينه وشويه خل وشويه ليمون، وتقومي ايه عصره يعني ليمون وخل وطحينه وشويه ميه، وتدعكيهم في بعض وتسيبيها كده تتنقع بتاعت ربع ساعه. هتبقى عامله زي البتاع الكبده البلدي بالظبط. ربع ساعه ونص ساعه خليها في الحاجه دي، في التتبيله دي. وتقومي غسلاها تاني وحطها في مصفى، وتصفيها تصفيه حلوه. هتبقى ايه جميله جدا معاك. هتعملي ايه بعد كده يا ماما لومي؟ هقول لك صلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسينيش في اللايك. تقومي جايبه ايه بصلايه، تقومي مخرطاها شرايح شرايح رفيعه كده، وتقومي جايبه الفلفل وتقومي مخرطاه، وتجيبي الفلفل الالوان وتقومي مخرطاه، فلفل قرن حامي كده سبايسي كده، عشان بتدي طعم للايه للاكل، بتبقى جميله قوي. والبتاع ده الفلفل الالوان الاصفر والاحمر والاخضر بتقومي مقطعاه شرايح كده زي برضو الشاورما كده. واقوم جايبه حته معلقه السمنه واحطها، واقوم حاطه ايه وتوم. ما تنسيش فصين توم بشويه كمون، وتدقيهم دقه حلوه قوي كده،
تدقيها دقه كويسه، وتحطيها ايه مع شويه ملح، وتسيبيهم ايه على جنب. اقول لك بقى الطريقه دي عشان تاكلي احلى كبده جميله جدا، ووجبه مغذيه، واكله تقضي بتاع 5 6 انفار، وأهي ب70 جنيه. تمام. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بجيب الطاسة أو الهوك، بقوم حاطة فيه شوية سمنة أو شوية زيت أو أي حاجة مواد دهنية، وتقومي حاطة فيها إيه البصل، تشوحي البصل كده تاخديه تشويحة، وتقومي بعد كده تقومي حاطة الكبدة، تحطي الكبده تعمليها معاه، وتقومي حاطه فصين التوم اللي انت دقاهم، شويه توم حلوين كده، وتقومي عاملاهم في قلبها بقرن الفلفل اللي هو الايه الحامي، وتقلبي مع بعض كده، تخليها ايه تتشوح مع بعض. وما تنسيش كمان تحطي طماطميه، طماطميه تقطعها برده قطع صغيره. تمام. بس هنحط الحاجات دي واحده واحده. هتقومي حاطه بعد ما تشوحي الكبده كده وتاخد لها تشويحه وتاخد لها صدمه، وتحطي التوم عليها. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تقومي حاطه بقى ايه الطماطم، وتقومي حاطه الفلفل الالوان، وتقلبي بقى مع بعضه بقى كده، وتحطي شويه كزبره فوق الوش، وتقلبي. يا خرابي على الجمال والحلاوه، هتاكلي احلى كبده اتعملت. واعملي بقى كمان جنبها، يا سلام لو انت شاطره بقى في العجين وبتخبزي، اعملي عيش بقى في الطاسه. عيش الطاسه ده بقوم جايبه نص كيلو دقيق، واحط عليه معلقه خميره ونص معلقه سكر وشويه ميه دافيه، واقوم مدوباهم مع بعض، واقوم حطاهم على الدقيق، وتعجني العجينه. بس العجينه بتبقى يابسه. يعني يابسه يعني ايه؟ يعني جامده شويه، مش طريه، يعني ناشفه. وتقومي ايه عجنها. بعد ما تعجني حطي عليهم بقى ايه شويه زيت او حته معلقتين سمنه، وتفضلي تعجني 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 فيها، وتقومي سايباها تخمر. ولما تخمر تقومي واخداها مقطعاها كده، تقرصيها حتت قطع قطع كده على اي حاجه فيها دقيق، وتقومي سايباها مش تسيبيها بقى تخمر، تقومي واخداها وتقومي فردها، وتقومي فرشه على صينيه او مثلا اي حاجه، تحطي شويه دقيق وتقومي حطها على صينيه، تحطي الرغيفه وتسيبيها كمان تخمر كمان ربع ساعة كمان تاني. لأنها ليها خمرين، الخمر أول ما عجنتيها، والخمر التاني بعديها بربع ساعة. تقوم واخدة بقى حاطة الطاسة لما تسخن قوي، تقومي حاطة الرغيف، يا دوبك تحطيه تقومي قلبها على الناحية التانية، وتقومي قلبها تاني كده مفيش ثواني. هتبص تلاقيه بيقب منك، تقومي بقى حاطه دايسه عليه كده، وتقومي تديسي عليه بالاسباتيولا او بالمعلقه، هتلاقي الناحيه دي اتنفخت، هتبصي تلاقي الناحيه دي اتنفخت، تقومي قلبها الناحيه التانيه هيتنفخ، هيطلع معاكي عيش صغير بكاكيني صغير كده، جميل جدا جدا جدا. ممكن تعملي سندوتشات منه بالكبده للعيال والشيبسي، وتعملي عايزه تعملي سلطه طحينه تعملي جنبيها وترش اعملي. بس اكله تحفه. العيش بيبقى صابح سخن جميل، وكمان الكبده بتبقى معموله بالبيت. شم ريحتها وخلي الجيران يشموا ريحتها، لانك انت غسلتيها الاول وشلت الزفاره منها، هيبقى طعمها عامل زي طعم البلدي بالظبط. حاجه كده فوق الخير والله. اعملوا الاكلات دي صدقوني. انا لو قادره كنت اقف لكم في المطبخ، كنت وقفت وعملت لكم الحاجات دي، اللي انا بفضل قاعده واقوم واقف عشان رجليا. وادعوا لي بالله عليكم، رجليا وجعاني يا ولاد، والله العظيم رجليا وجعاني، وما بقدرش امشي كتير. يعني امشي واقعد لكن اروح اقف في المطبخ عشان اعمل الاكل، يعني سبحانك يا رب، الحمد لله رب العالمين. بتعذب والله، بتعذب، بتعذب قوي 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 عشان رجلي. الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا ونشكر فضله، نحمد ربنا الحمد لله. احنا احسن من غيرنا. المهم يعني تعملي الاكله دي، تحطي بقى العيش الصابح جنب الشيبسي جنب المخلل، او تعملي سلطه زي ما عيالك بيحبوا، وطبق الكبده تحطيها على طبقين كده، لانها تبقى الصينيه مليانه، لانها مليانه بصل ومليانه فلفل وطماطم، والكبده حاجه كده فوق الخيال. حاجه والله العظيم هتدعي لي، والله هتدعي لي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش تحط اللايك، والسندوتشات دي تعملوهم سندوتشات، عايزين ياكلوا كده عيش صبح جميل. الباقي بقيه العيش بقى حطيه على بعضه وتشيلي في الفريزر، او تخليه تسحري بيه نص كيلو، هيطلع معاكي كام رغيف، هيرمي معاكي الكميه والله. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو ان كان عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك والشير، وتشيروه لحبايبكم عشان يستفادوا من الاكله الجميله دي والوصفه الحلوه دي. حبايب قلبي بحبكم في الله.